سمعوا صوت جاي من البير فقربوا منه علشان يلاقوا بنت مرمية جواه، فبدأوا يطلعوها علشان يسمعوا منها قصة أغرب من الخيال تشبه أفلام الرعب. وتبدأ الحكاية من بنت صغيرة كانت لسه مولودة، أمها ماتت بسبب وباء انتشر في القرية اللي كانوا قاعدين فيها، وكانت لسه بترضع ومرضعتش منها إلا 6 مرات بس. وبعد ما الوباء هدي والدنيا خفت شوية، بدأت تتطوع أكتر من ست في القرية إنها ترضعها مع أولادها لحد ما تكبر وتتفتم. وابوها من يوم ما ماتت امها وهو بيحملها مسؤولية موتها، وبيقول لها انها شؤم وان مسافة ما اتولدت الوباء قتلها وخسر كمان كتير من ثروته. وبناء عليه كان بيكرهها جدا وبيكره كل خالاتها كمان، وحاول اكتر من مرة انه يوديها تعيش مع واحدة من خالاتها بس ما كانتش بتكمل معاهم، وكانت بترجع تاني على طول. ومن ساعتها حس انه اتورط مع بنته توريطة كاملة، وسلم للأمر الواقع إنها خلاص هتعيش معاه، بس ده خلاه يعاقبها على أبسط حاجة ممكن تعملها. لحد ما كملت البنت تقريبا 6 سنين، وكان أبوها في الوقت ده اتجوز 3 مرات وما كملش معاهم، لحد ما اتجوز في النهاية واحدة ست اسمها نهلة. والبنت عرفت إن من أول يوم وجودها معاهم في البيت كانت لازم تناديها وتقول لها ماما نهلة، وكانت فرحانة قوي لأن بقى ليها أم غير اللي ماتت. بس للأسف اكتشفت بسرعة إنها كانت موهومة، لأنها كانت قاسى عليها 1000 مرة من أبوها، وكانت بتعاقبها عقاب شديد على أبسط حاجة تعملها، ولو راحت تشتكي لأبوها كانت بتعاقبها عقاب أشد قدامه، من ضرب وتلطيش لتقطيع شعر. وكانت بتحبسها في الحمام بالساعات. وعاشت 14 سنة البنت من عمرها في كرب وابتلاء، شغالة خدامة عند مرات أبوها، بتعمل كل حاجة وأي حاجة، لدرجة إنها في النهاية مرات أبوها اقترحت على أبوها إنه يشغلها ويكسب من وراها، بدل ما هي قاعدة بتاكل وبتشرب كده وملهاش أي لازمة أو قيمة في الحياة. وده كله طبعا من وجهة نظر مرات أبوها. وفعلا الفكرة لمعت في عين أبوها، وبقى يوديها السوق تبيع خضرة، تصحى من الفجر تشتري الخضرة وتروح تقعد بيها في السوق من الصبح لحد العصر، وبعدها ترجع على البيت عشان مرات أبوها تسخرها لحد نص الليل في شغل البيت، وفي النهاية تنام زي المقتولة عشان تصحى وتكرر نفس الموضوع من تاني يوم. بس كان الموضوع مكسبه قليل ومش كتير، علشان كده ودوها تخدم وتشتغل في البيوت، وهناك بدأت المشاكل الأكبر، وأكتر من حد كان بيروح يشتكي لأبوها ومرات أبوها من خدمتها، وبقت تتعاقب في الشغل وبره الشغل، لحد ما مرات أبوها بدأت تزن عليه عشان يتخلص منها تماما ونهائي، بس ما كانتش لاقية الدافع اللي يحفزه إنه يعمل ده. لحد ما مرات أبوها اتفقت مع واحدة إنها تبعت لها البنت علشان تخدمها، وهي تتبلى عليها إنها سرقت منها أي حاجة عشان أبوها يحس بالعار ويتخلص منها. وفعلا راحت ونضفت ورجعت بيتها تاني، وعلى الليل كده جت الست ومعاها ناس كتير، وقالت انها سرقت الذهب من بيتها. وابوها وقتها كان بيشاع غضب وكان ناوي يخلص عليها، بس يشاء ربك من وسط كل ده ان بنت الست دي تيجي تجري وهي معاها الذهب، وتقول ان البنت الصغيرة بريئة وان الذهب كان تحت الهدوم. ساعتها الدنيا هديت عليها، بس موضوع الخدمة في البيوت كان لازم ينتهي، لان ابوها خاف على سمعته في وسط الناس. وبدأت مرات أبوها تهدى عليها شوية من يومها، والدنيا بقت أحسن، بس كانت كل اللي هي عايزاه إنها ما تشوفش البنت غير وقت النوم. عشان كده اقترحت على أبوها تاني إن هو يشتري غنم وتنزل البنت بيهم ترعاهم طول اليوم. ورغم إن الموضوع كان مرهق ومتعب جدا، إلا إنه كان الحل الأنسب بالنسبة لها. وراح أبوها فعلا اشترى 20 من الغنم، وبقت البنت تطلع بيهم يوميا في منطقة الجبال ترعاهم طول النهار، واخر النهار بترجع تنظف شوية في البيت، وبعد كده تاكل وتستخبى في اوضتها وما تخرجش غير تاني يوم. وعاشت البنت المسكينة مع الغنم والطبيعة احلى ايام حياتها، وبقوا تقريبا اصحاب، بتتكلم معاهم وتضحك معاهم وتشتكي لهم من مرات ابوها وابوها، لانها للاسف ملهاش حد في الدنيا يسمعها غير الغنم اللي كانت بترعاهم. لدرجة ان البنت حست ان الغنم كمان كره مرات ابوها، وخروف منهم نطحها في مرة وكسر لها قصبة رجليها، وفضلت شهر متجبسة. ولما فاقت مرات ابوها قالت ان هما لازم يتخلصوا من الخروف ده، فالبنت جات لها فكرة انها تقص الوبر من على الخرفان كلها علشان ما تعرفش هو مين فيهم وتتخلص منه. وفضلت البنت المسكينة على الحال ده لمدة سنة كاملة، لحد ما طلعت في مرة وكانت تعبانة قوي ونامت تحت شجرة تقريبا نص اليوم، ولما صحيت ملقتش 5 من الغنم، وفضلت تدور عليهم طول اليوم بس من غير نتيجة. فرجعت تاني لأبوها وعرف، وكان هيتجنن في الوقت ده، وقالت له أكيد هيلاقيهم بس يصبر لحد الصبح. بس هو ساعتها كان زي المجنون وجاب سكينة وخيرها بين حاجتين، أما إنه يخلص عليها أو ياخدها يرميها في بير بعيد في حتة مهجورة، وده طبعا كان اقتراح مراته اللي ما صدقت لقت فرصة على طبق من ذهب. والبنت المسكينة من رعبها وخوفها من السكينة اختارت الاختيار التاني إن هو يرميها في البير،
وفعلا خدها بالليل ورماها في البير من غير أي رحمة عشان تموت بالبطيء من غير ما حد ينجدها. والبنت قعدت جوه البير حوالي 40 يوم، وكان في أطفال قريبين من البير بيلعبوا، وهم بيلعبوا سمعوا صوت بينادي عليهم من البير. هربوا من الخوف وراحوا بلغوا أهاليهم، والكل بلا استثناء قال إن دي من أفعال الجن، إلا شاب واحد قال إن ممكن يكون فعلا حد واقع في البير. وراح هو ومجموعة من الشباب وقفوا عند البير وقعدوا ينادوا، ولقوا في بنت بترد عليهم، واستحلفوها بالله هل هي من الجن ولا الإنس. ردت عليهم ساعتها وقالت لهم إنها من الإنس، وقدروا فعلا يطلعوها. وأول ما طلعت عرفوا إنها كانت في البير 40 يوم كاملين، وهدومها كلها كانت متغطية بالنمل وغرقانة في الطين والدود، والعقارب كانت بتجري على شعرها، وكان في تعبان ضخم واقف في قاع البير معاها. والناس ساعتها أخدوها وجريوا بيها على المستشفى، وهناك فضلت في حالة من التوهان لوقت طويل لحد ما قدرت تتكلم وتحكي كل حاجة. وقالت إنها من يوم ما اترمت في البير وفي عقربين قرصوها، وبعدها ظهر لها راجل لابس جلابية بيضة مسح على مكان قرصة العقارب واداها لبن ومشي. ولمدة 40 يوم كان بيظهر لها يديها اللبن ويمشي، لحد ما امبارح بس قال لها ان النهاردة اخر يوم ومش هيظهر لها تاني لانها بكرة هتخرج من هنا. وفعلا ده اللي حصل. ولما سألوها مين اللي عمل فيها كده قالت لهم ابوها علشان الشرطة تقبض عليه. وقصتها اتشهرت جدا وخدت بيت من الحكومة، وكمان الشعراء اتغنوا بقصتها وبقوا يستضيفوها في التلفزيون. وبعد 4 سنين كاملين اتجوزت وعاشت فترة مع جوزها لحد ما توفاها الله بسبب نوبة صرع بعد فترة من جوازها. والقصة دي حقيقية، وبطلتها كانت بنت سودانية اسمها أم شويل الله يرحمها ويحسن إليها. عاشت حياة صعبة، واللي كان المفروض يبقى ظهرها وسندها في الدنيا كان هو سبب ذلها وقهرتها في الحياة. بس ربنا كان أحن عليها من البني آدمين اللي ما بقاش في قلوبهم رحمة، وبعت لها ملاك يأكلها ويواسيها في وحدتها لما كانت في البير لحد ما طلعت. يا رب يجعل كل اللي حصل لها في ميزان حسناتها، ويكون مثواها الأخير هو الجنة.